10 مهارات اجتماعية لازم كل أب أو كل أم يعلمهم لأطفالهم علشان هي بوابة الثقة بالنفس. عرفوهم على نفسهم من غير أي إحراج، وإيه الفرق بين الولد والبنت بطريقة لائقة ومناسبة، وإزاي يعرفوا يعملوا حدود بينهم وبين الآخرين. علموهم إزاي يتقبلوا رفضنا لبعض طلباتهم، ولما نقولهم لأ على حاجة لازم نعرفهم السبب. علموهم لو احتاجوا أي مساعدة أو أي توضيح يطلبوا من الكبار من غير أي كسوف. علموهم الإيجابيات الحلوة والمعاملات الطيبة ومساعدة الغير، وإنهم يقولوا شكرا ويعترفوا برد الجميل. علموهم وعودوهم إنهم يتبعوا تعليمات وكلام الكبار من غير أي تجاهل. علموهم إنهم يتعودوا على إتمام وإنهاء المهام الموكلة ليهم بشكل كامل، وإحنا ككبار نراعي إننا نسند ليهم مهام وأعمال تناسب سنهم وقدراتهم. علموهم إن يبقى عندهم سعة صدر وتقبلوا الآراء ووجهات النظر المختلفة. علموهم إزاي يعتذروا عن أخطائهم وده مش عيب، وإزاي كمان يتعلموا من الأخطاء دي. عودوهم دايما الانتظار لثواني قبل أي رد أو أي فعل هياخدوه علشان يقدروا يتحكموا في مشاعرهم وانفعالاتهم. علموهم إنهم يتقبلوا النقد البناء ويسمعوا ليه وما يتهزوش في ثقتهم بنفسهم، ويستخدموا النقد ده في إضافة وإصلاح بعض الحاجات اللي بيعملوها.